وسوريا، وحتى بعد هجرتهم إلى خارج ديارهم الأصلية، حيث ما زال أجدادهم يرون تلك البطولات التي قاموا بها خدمة لقضيتهم الكردية، كآل فخرو والعميرات الذين هاجروا إلى لبنان وما زالوا يعرفون هناك باسم الأكراد دلالة على كرديتهم، والذين شكلوا أو ساهموا في تشكيل أحزاب وجمعيات كردية كالحزب الديمقراطي الكردي اللبناني الذي كان يترأسه جميل محو عام 1960، وحزب الولاء الوطني الكردي الذي يترأسه السيد الحاج محمد عميرات، وجمعية الأرز الكردية للثقافة والرياضة التي تأسست عام 1969 من قبل السيد فيصل فخرو، حيث ترأسها السيد رمضان فتاح فخرو لسنوات عديدة، ويترأسها حاليا السيد زكريا فخرو. وكذلك حزب الرزقاري الكردي اللبناني الذي تأسس في عام 1975 على يد السيد فيصل فخرو أيضا، والذي ضم في صفوفه الكرد المهاجرين من تركيا وسوريا إلى لبنان. وفرقة نوروز الكردية التي أسسها السيد غازي عميرات والفنان علي أحمد، وأيضا التجمع الكردي اللبناني الذي تأسس في العام 1980 من قبل السيد عبد الرحمن محمد سلام والسيد مصطفى علي خان. كانت لهذه الأحزاب الدور المشرف في دعم الأحزاب الكردية في عموم كردستان وبمختلف اتجاهاتهم الوطنية والقومية وقضيتهم العادلة، ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق. جدير بالذكر أنه وخلال الثمانينيات كانت هناك محاولة لتشكيل الجبهة التقدمية الكردية في لبنان بهدف توحيد صفوف الكرد اللبنانيين، وكان لحزب الرزقاري دور في تشكيل تلك الجبهة التي لم تدم لفترة طويلة. وجدير بالذكر أيضا أنه في عام 2020 توفي رئيس حزب الرزقاري الكردي اللبناني السيد محمود خضر فتاح عن عمر ناهز 73 عاما، ويترأس حزب الرزقاري حاليا السيد سليمان خالد عميرات. لم يقتصر النشاط السياسي الكردي لعشيرة راجنيا على لبنان فقط، بل أنهم حتى بعد هجرتهم إلى أوروبا ولا سيما بعد الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان قاموا بتأسيس جمعيات كردية. ففي ألمانيا أسسوا جمعية اتحاد العائلات الكردية اللبنانية التي أسسها السيد عبد الرحمن محمد سلام من آل علي خان، وذلك في العام 2008. ويترأس الجمعية الآن السيد جمال سليمان ميري. ومن أهم أهداف الجمعية متابعة شؤون العائلة الكردية اللبنانية في ألمانيا ودعمهم من أجل تواصلهم الاجتماعي والثقافي والفكري معا ومع المجتمعات الأخرى. أما التواجد الأهم لعشيرة راجنيا في روجافا كردستان وسوريا فهي تلك الأسر المستقرة في الجزيرة ولا سيما في عامودة وقامشلو والحسكة ودرباسية وسريكانية راس العين، إضافة إلى تواجدهم في حلب ودير الزور وبأعداد قليلة في مدن أخرى عديدة. وتعتبر قرية حاصدة فوقاني على مقربة من عامودة من أهم قرى الراجنية، ومن كبار رجالات هذه القرية السيد المرحوم حاج حسين من آل ميري. وعلى مقربة من الدرباسية ثمة قرية أخرى تدعى خاتونة، حيث يتقاسمها العائلتان، عائلة إسماعيل حاج مجيد من عشيرة الراجنية من آل عبدال، وعائلة حاج إبراهيم حاج فتاح من عشيرة السمعيلة. يطول الحديث عن قرى الراجنية وتوزعها وعن انتشار أفراد هذه العشيرة الكردية التي أثبتت المراجع والمصادر التاريخية نسبها وأصالتها الكردية، سواء هؤلاء الذين عاشوا ضمن سيادة إمارة شيروان أو هؤلاء الذين انضووا تحت سيادة إمارة حسن كيف وغوردلان. ولا يزال أفرادها في المناطق المختلفة والعديدة يحتفظون بعاداتهم الأسرية وتقاليدهم وثقافتهم الكردية من حيث الأزياء، الرقص والموسيقى، الأسماء الكردية التي يتسمون بها نساءهم ورجالاتهم، أو إضافة اللواحق الكردية إلى أسمائهم والتي تميز الأسماء الكردية عن غيرها وغير ذلك.
لا بد من القول أنه لا يمكن إيجاز تاريخ عشيرة الراجنية وما تعرضت له من حملات تشويه لنسبها عبر تاريخها في أسطر قليلة أو في فيلم وثائقي واحد، وليست هذه إلا بداية للتعريف بعراقة هذه العشيرة وتبيان هويتها الكردية، ودافعا للبحث عن مصادر ووثائق جديدة. وليست الغاية إبراز دور العشيرة وما يرتبط بها من أفكار تتعلق بتقدم المجتمعات أو تخلفها، بقدر ما هو إثبات جزء من التاريخ الكردي الذي يحاول أعداء الكرد مصادرته بكل الوسائل.